في حد من المتابعين بيسأل عن عملية تحديد جنس الجنين، إن هي إزاي بتتم، وفي ناس بتسأل هل العملية دي فيها حرمانية؟ الأول هي إزاي بتتم؟ عملية تحديد جنس الجنين ما هي إلا عملية حقن مجهري بتزيد عليها خطوة. الحقن المجهري العادي عبارة عن 3 خطوات. الحقن المجهري لاختيار جنس الجنين عبارة عن 4 خطوات. الحقن المجهري العادي فيه تنشيط، سحب بويضات، نقل أجنة. الحقن المجهري لتحديد جنس الجنين فيه تنشيط، سحب بويضات، فحص الأجنة اللي اتكونت، وبعدين نقل أجنة. فعملية تحديد جنس الجنين ما هي إلا عملية حقن مجهري بتزيد عليها خطوة الفحص. في الفحص دوت أنا بقدر أعرف الجنين بتاعي ذكر ولا أنثى، ومن ثم أنقل النوع اللي الأهل عاوزينه. طبعا معظم الحالات بتجيلنا عايزة تعمل تحديد جنس في ولد، بتجيلنا برضو حالات عاوزة تعمل تحديد جنس في بنت، لكن أقل بكتير من اللي جايين يعملوا تحديد جنس في ولد. بالنسبة للشق التاني اللي هو الحرمانية، السؤال ده أنا جاوبته كتير، وفي فيديو عندي من سنة تقريبا 2017 على الصفحة مدته 3 ساعة متكلم فيه على الجوانب الشرعية ورأي دار الإفتاء ومجمع كبار العلماء وحتى هيئة الفتوى في السعودية. يعني اتكلمت فيه بالتفصيل. أولا هو لو في حرمانية احنا مش هنشتغله، يعني احنا مش هنطلع كده على الميديا ونقول للناس احنا بنشتغل حاجة حرام يا جماعة، الشغلانة دي حرام واحنا قاعدين بنشتغلها. أكيد مش هنعمل كده. الحاجة التانية هو له ضوابط. اللي عاوز يخرج من شبهة الحرمانية في ضوابط معينة عاملها دار الإفتاء، وأنا شخصيا ملتزم بيها جدا. إيه هي الضوابط؟ أولا إنه ما يبقاش في ازدراء لجنس. يعني إيه؟ يعني ما بقاش أنا داخل أعمل حقن مجهري وأنا ما عنديش أطفال وأروح أعمل تحديد جنس جنين. أنا ما عنديش أطفال خالص لسه ورايح أعمل تحديد جنس جنين، ده معناه إن أنا النوع التاني أنا مش عاوزه، ده حرام، في حرمانية. ما يبقاش عندي مثلا ولدين ورايح اعمل تحديد جنس جنين في ولد، ده حرام، معناه ان انا بزدري الجنس الاخر اللي هو البنات. تمام. برضو ما ينفعش يبقى عندي بنتين ورايح اعمل تحديد جنس جنين في بنت، الا في بعض الامور الطبيه. يعني في ناس عندهم مرض معين بينتقل في الذكور بس، في الحاله دي هيعملوا تحديد جنس جنين في بنت عشان يتجنبوا المرض دوت انه يكون موجود، لان اي طفل ذكر هيتولد عندهم هيبقى مصاب بالمرض ده، وغالبا بتبقى امراض خطيره تستحيل معاها الحياه عموما، يعني الاطفال دي بتموت يعني. هنا طبعا مفيش حرمانيه. او ان واحد يكون مثلا كان عنده اطفال من زوجه سابقه وهو دلوقتي متزوج زوجه جديده، الاطفال السابقين كلهم كانوا بنات وهو دلوقتي في الزواج الجديد دوت عاوز يعمل تحديد جنس في ولد، ده ما فيهوش حرمانيه. فهو الموضوع له ضوابط، ولكن ما فيهوش حرمانيه طبعا لو التزمنا بالضوابط الشرعيه يعني.